اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الذكاء الاصطناعي بقى يقدر يعمل شخصيه زيك بالظبط ومحاكيه ليك بنفس تعابيرك ونفس طريقتك ونفس حركات ايديك ووشك، ويقدر ان هو ينسخك بالظبط لشخصيه تانية سواء كرتونيه او شخصيه شكلها واقعي. بس المره دي بقى هنعمله من الموبايل بتاعنا بس من غير اللجوء لاي كمبيوتر نهائي. فتعالوا اقول لك ازاي تعملها. التطبيق اللي عندك على الموبايل تقدر تعمل منه كل ده اسمه كرييتي اي اي. تطبيق قوي جدا على الموبايل تقدر تعمل فيه كل حاجه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي، من افكتات، صور، فيديوهات، تعمل منه كل حاجه. علشان تخلي الشخصيه اللي انت بتحبها تتحرك زيك بقى هتعمل ايه؟ هتفتح تطبيق كرييتي اي اي وهتلاقي حاجه اسمها ران اواي اكت 2، دوس عليها واديله الصوره اللي انت عايز الفيديو بتاعك يتحرك عليها. في ميزه ثانيه بقى لسه جامده جدا ما قلتلكش عليها، وهي الدرو تو فيديو. تعال افهمك الميزه دي باختصار. الميزه دي لو عندك صوره ثابته مثلا لشيء معين، تقدر تقول له حرك لي مثلا في الصوره دي الوحش ده، حركه اكنه بيجري ورا العربيه وخلي العربيه تجري على السباق عادي جدا، وطلع لي النتيجه دي جامده جدا وعجباني قوي وحسسها تمشي. وده كان تطبيق كرييتي اي اي اللي تقدر تعمل منه اكتر من كده بكتير. طبعا هسيب لك اللينك بتاعه عندي في البايو، وهتلاقي كرييتي اي اي، حمله دلوقتي.